الفلبين فيها أكتر من 65 ألف كنيسة، وده بيخليها الدولة اللي فيها أكبر عدد من الكنائس في قارة آسيا بنسبة 85.4% من السكان مسيحيين وأغلبهم كاثوليك، وبتعتبر الفلبين هي قلب المسيحية في المنطقة الآسيوية. وبعض الأبحاث بتقول إن المسيحية دخلت الفلبين سنة 1521 عن طريق المستكشف البرتغالي فرديناند ماجلان تحت التاج الأسباني، وده كان بداية الإيمان المسيحي العميق في البلد. وواحدة من أشهر الكنائس هي كنيسة سان أغسطين في مانيلا اللي اتبنت سنة 1607. الكنيسة دي هي موقع تراث عالمي لليونسكو وأقدم كنيسة حجرية في البلد، معروفة بعمارتها الباروكية، والمسيحية بتمثل دور مركزي في الثقافة الفلبينية، وده بيظهر في احتفالات زي عيد السيد وحاجة اسمها سيمبانج جابي اللي هي عبارة عن سلسلة من القداسات الصباحية اللي بتكون قبل عيد الميلاد. وكمان الكنائس في الفلبين مش بس أماكن للعبادة، لكنها كمان مراكز مجتمعية بتعزز الأنشطة الاجتماعية والتعليمية والخيرية.